السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنعمل حاجة كلنا بنحبها وبنحب ناكلها من بره، بس هنعملها في البيت بمنتهى السهولة. طبعا احنا عارفين ان دلوقتي موسم البطاطس اللي هي الصيفي مش الشتوي. فالبطاطس دي مش بتتخزن كده ان انتي تسيبيها في اي مكان، لا، بتبوظ على طول. فاحنا بنجيبها بالشكل اللي انت شايفاه ده، نوعية تكون كويسة وانت مجرباها وعارفة ان هي بتقرمش وحلوة قوي قوي. هتجيبي منها الكمية اللي انت عايزاها. انا جبت ال5 كيلو دول، الكيلو ب4 جنيه. لقيتهم فرصة فجبتهم، بصراحة عجبوني جدا جدا فجبتهم. وهنخزنها دلوقتي في الفريزر زي ما بتاكليها من بره من ماكدونالدز او مع اي وجبة انت بتجيبيها بتحبيها جدا. ليه بتحبيها؟ لان طبعا السر في اللي احنا هنقوله النهاردة. يلا بينا لايك وشير وسبسكرايب لاكلات في مطبخك، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا جبت القشارة، هقشر الكمية دي كلها بقى عشان ما اطولش عليك الفيديو وارجع لك تاني اوريها لك. دلوقتي انا قشرت كل الكمية اللي معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنبتدي دلوقتي نشوف هنعمل فيها ايه. هتجيبي بقى صينية وتجيبي السكينة وتجيبي الشباسة، هنعمل شوية شيبسي، هنعمل شوية صوابع، على حسب اللي انت بتحبيه. انا كل سنة بخزنها، ولادي بيحبوها جدا جدا جدا. بيجي علينا اوقات البطاطس نلاقيها غالية ونلاقيها ب10 جنيه وب12، في اوقات كده في السنة. فانتي مش بجيبها انا بقى في الاوقات دي، بتبقى عندي متخزنة في الفريزر. طول ما هي رخيصة كده انا بجيبها واستعملها، اول لما تغلى ببتدي استعمل اللي في الفريزر على طول. هوريكم اول واحدتين كده احنا هنعمل فيهم ايه. هنجيب بطاطساية كده وهنعمل الصوابع بتاعتنا. بصي هخليها يعني محملة شوية، ما تخليهاش رفيعة جدا جدا، لان انتي هتخزنيها في الفريزر اهي. بصوا بوريكم ان هي تبقى محملة كده، لان هتخزنيها في الفريزر فعايزاها لما تطلع تبقى مقرمشة من بره ولذيذة كده من جوه وطعمها حلو. فبنعمل ايه اهي، بتحاولي بقى ان انتي تخرطي الصوابع كلها بحجم واحد اهي. بصوا ده المنظر اللي انا بوريهولكوا، ده حجم الصبع بتاع البطاطس، او يعني المستوى اللي انتي تعملي عليه البطاطسايه، بحيث لما تيجي تطلعيها وتيجي تقليها تلاقيها مقرمشه جدا من بره وليها قلب بسيط كده من جوه، بيبقى طعم جميل زي ما بتجيبيها من بره بالظبط. اهي هنبتدي بقى نخرطها صوابع بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو. هتخرطي كل الكمية دي، بس انا مش عايزة ان انا اطول الفيديو، فانا هوريكم بس اول بطاطساية صوابع واول بطاطساية شيبسي، وانا هكمل الباقي مع نفسي وارجع لكم اوريكم هيبقوا عاملين ازاي. البطاطساية دي لقيتها عريضة شوية فقمت جاية اسمها كده اتنين وخرطتها عادي، كملت تخريط البطاطس عادي خالص اهو. بصوا مفيش اسهل من انك تعملي الحاجة في البيت، تيجي تغلى تلاقي انتي الحاجة موجودة عندك، فما بتبقيش مضطرية ان انتي تشتريها غالية. انا بعمل كده على طول، غير كده كمان ان ولادي بتحبها. فانا عشان كده بخزنها طول ما هي رخيصة كده، ببتدي املى مثلا درج في الديب فريزر من البطاطس دي، واخليها عندي لما البطاطس تغلى اقوم ايه مطلعه ومستعملاها. لو هم قاعدين عايزين سندوتشات سوري او كده بطاطس سوري بقوم مطلعه وعاملاها. هجيب بقى هنا الشباسة واجيب البطاطس اللي هي الوسط كده، وابتدي ان انا اهي بخزن برضو الشيبسي. ايوه بخزن الشيبسي وبتطلع جميلة جدا جدا. وانا كنت عاملة فيديو قبل كده برضو بس كانت الكمية اكبر من كده. انا لما لقيت فرصة جبت ال5 كيلو دول الكيلو على 4 جنيه، فقلت لا مش هبيتهم ايه على ما اجيب كمية اكبر، لا انا هوريكم. في ال5 كيلو السنة اللي فاتت بتهيألي كنت عاملة 15 كيلو حاجة زي كده، فانا قلت طول ما انا هلاقي فرص هقوم جايباها وعاملاها اهي. بصوا الشيبسي بقى بالطريقه دي، هروح انا بقى اخلصهم كلهم وارجع لك تاني اهو. بعد ما خرطت البطاطس الصوابع كلها وعملت الشيبسي اهو معانا، نقعتهم في شويه ميه كده، على غسلتهم وبعدين نقعتهم في شويه ميه. وهبتدي نشوف دلوقتي هنعمل ايه. هنجيب طاسه كده على النار ونحط الزيت بتاعنا اهو. املي الطاسه كده شويه حوالي يعني ربعها، مش هقولك نصها، لا املي بس حوالي ربعها. وابتدي دلوقتي سيبيها على النار. هنجيب مناديل مطبخ ونجيب الصينية بتاعتنا دي الكبيرة دي عشان نطلع عليها، لان احنا بنحتاج ان احنا ما نحطش البطاطس على بعضها، بنحتاج ان احنا نفردها كده من بعضها، يعني نبعدها عن بعض عشان تبرد ونبتدي ان احنا نعبيها. فهنجيب مناديل المطبخ كده ونفرش بيها الصينية بتاعتنا عشان نطلع عليها البطاطس اهي.
فرشناهم كده. بنظبط الصينية علشان مش هنشيل المناديل دي تاني دلوقتي. هنبتدي ان احنا نسيب عليها البطاطس لغاية اما تبرد خالص، وبعد كده هنبقى نعبيها. اهي جهزنا كده الصينية. هجهز انا صينية تانية للبطاطس الشيبسي، بس انا هوريكم دلوقتي هنعمل طاسة صوابع وطاسة شيبسي وهوريكم. وجربنا كده الزيت، لقينا الزيت كده خلاص قدح معانا، داخل على قدحين، مش قادح قوي للدرجة ان هو يعني هيغلي. هتجيبي بقى كمية البطاطس وتملي الطاسة بتاعتك، ما تخافيش لان احنا مش هنحمر ولا حاجة. احنا يا دوب عايزين نديها صدمة في الزيت، ان هي كلها تتغلف بالزيت كده معانا، علشان تبقى اما نحطها في الفريزر تبقى مقرمشة من بره ومن جوه طرية وحلوة. اهي بصوا بقى، بحط انا بملى الطاسة كده، والزيت ده كله هيغلي دلوقتي، فكله هيغلف الصوابع بتاعتنا. وهنجيب كده 100 جناب، هنلاقي الجناب غليت الاول، هنبتدي نجيب اللي في الجناب في النص، واللي في النص في قلب الاطراف، ونبتدي ان احنا نشتغل بالراحة واحدة واحدة كده. اهو مجرد بس عدي كده حوالي 10، 1 2 3 كده بالراحة، وقومي شايلة البطاطس. يعني ما تسيبهاش فترة كبيرة في قلب الزيت علشان ما تتكسرش منك او ما يحصلهاش اي حاجة. يا دوب احنا عايزين نغلفها بس بالزيت علشان لما تتحط في الفريزر تبقى حلوة معانا وتحتفظ بشكلها، وما تغمقش ولا تسود ولا حاجة لما تتحط في الفريزر. اهو بصوا لغاية ما الزيت كله هيغلي عليها كده، وهنبتدي نقوم شايلينه دلوقتي. نشيل بقى البطاطس الصوابع لما نحس ان كلها اتغلفت بالزيت، ما نسيبهاش فترة كبيرة زي ما قلتلك، عشان البطاطس الصوابع ما تتكسرش منك لما تيجي تبرد وتيجي تعينيها في الفريزر. اهو بصوا بقى، بدل ما تروحي بقى تشتريها من السوبر ماركت، بيبقى عامل اكياس كبيرة كده بتاعه البطاطس دي، بنجيبها طبعا ايام ما البطاطس نلاقيها محلونه، او ايام ما نلاقي كده. كنت انا بعمل كده الاول، فدلوقتي ما عدتش بعمل كده، ولا بجيب البطاطس دي اللي هي بتبقى متغلفه بره ولا حاجه. انا بقيت اعملها كده واحتفظ بيها في الفريزر، وخلاص على كده ببتدي اطلع منها عادي. اهو بصوا يا دوب اتغلفت كلها، بقوم شايلاها بقى كده اهو، وافردها على مناديل المطبخ اللي انا فرشاها بالشكل ده، واسيبها لغاية اما تبرد. اهو كده انا شلتها كلها اهو. هوريكي بقى طاسة من البطاطس الشيبسي، وهوريكي هتبقى عاملة ازاي معانا دلوقتي. بصوا كده انا شلناها كلها، انا وطيت على الزيت شوية على ما اشيل البطاطس، علشان هبتدي ان انا اجيب بقى الشيبسي وابتدي احطه. الشيبسي بنفس الطريقة وبيطلع ممتاز، بيطلع زي اكياس الشيبسي اللي انت بتجيبيها لما تيجي تقليه بعد ما يطلع من الديب فريزر، وتيجي تقليه هتحسي ان هو عامل زي اكياس الشيبسي الاولاد بتجيبها دي. بيبقى جميل، ولو عايزه اي طعم بتجيبي تحطيه عليه. هي بتبقى البطاطسايه مدياكي نفس المنظر اللي انت بتشوفيه في اكياس الشيبسي بالظبط. انا بخزن اللي هي الصوابع وبخزن الشيبسي بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها كده. اهو بصوا بفرفرها كده واحطها، مفيش ثانيتين 3، دي بقى مش هتتساب زي الصوابع وتعدي لغايه 10 على ايديكي، لا. يا دوب الزيت يسخن عليها تلاقيها اتغلفت كلها، تقومي شايلاها على طول. بصوا انا سايبه لكم المنظر عشان تشوفوه. انا بملى الطاسه لان طبعا انا بغلفها بس بالزيت، مش بقلي ولا اي حاجه. اهو هنشوف دلوقتي بقى تبقى شكلها عامل ازاي معانا. بصوا انا بجيب اللي بره جوه واللي جوه بره بنفس الطريقه دي. وابتدي بقى ان انا اشيلها. بصوا ما سبتهاش وقت طويل شويه زي البطاطس الصوابع، لان دي مش هتستحمل شيبسي زي ما انا قلتلك، اتغلفت خلاص معايا. فانا عشان كده اوطي النار واقوم شايلاها برضو، حطها على مناديل المطبخ. انا هحطها دلوقتي في الصينيه دي على ما اجيب الصينيه التانية احطها فيها عشان ما اطولش عليكي الفيديو.
وببتدي اشيلها كده كلها، وهمشي بقى بنفس المنظر اللي انتوا شفتوه ده في البطاطس الشيبسي والبطاطس الصوابع، هخلصها كلها بنفس الطريقة دي، وهوريها لكم بعد ما اخلص الكمية اللي معايا. ما اخدتش وقت معايا، في ثواني كنت مخلصاها ومغلفاها وحطاها في الفريزر، ودخلت على الغدا بتاعنا عملته. ما اخدتش معايا اي وقت خالص. اهي صفيتها كده، اهم حاجة تصفيها شوية من الزيت عشان ما تبقاش شايلة زيت كتير. هخلص انا بقى الكمية كلها وهرجع واوريها لك. ادي الكمية بتاعتي بعد ما خلصتها. ادي البطاطس الشيبسي اهي حطاها على صينية، وادي البطاطس الصوابع سايباهم بقى، هسيبهم لغاية ما يبردوا، وبعد كده هجيب الاكياس التلاجة وتعملي الكيس على حسب الاكلة بتاعتك، وهوريهولك دلوقتي برضو هيبقى عامل ازاي. بعد ما بردت معانا عبيتها بالشكل اللي انت شايفاه ده. احجام بقى على حسب ما انت عايزه، انت عارفه طبعا انتوا بتستعملوا قد ايه في الوجبه. فانا عملت الاكياس بتاعتي على قد ما احنا بنستعمل، والشيبسي اهو برضو عملته. اتمنى ان الفيديو يعجبك، اتمنى ان انت تجربي الطريقه، انا شغاله بيها من زمان الطريقه دي لانها حلوه جدا جدا جدا، وعجبت اولادي جدا. وما عدتش بشتري البطاطس دي لما تبقى محلونه في السوق، ما عدتش بشتريها من بره من السوبر ماركتات، من السوبر ماركت بتبقى مغلفه جاهزه، لا ما عدتش بشتريها. انا بقيت اعملها كده واملى الديب فريزر عندي، واخصص له مكان يعني واملاه، وبعد كده ابقى اطلع منها عادي مفيش اي حاجه. جربي الطريقه دي هتعجبك جدا جدا صدقيني. لما البطاطس تغلى مش هتشتريها من بره خالص. احلى واجمل متابعين في الدنيا.